هناك ديون لا تسقطها الأقدار من الأعناق، ولهذا الرجل نحن مدينون بالكثير، وعندما تحل ذكرى ميلاده فحتما ولا بد أن نرد له شيئا من هذا الدين لإعطائه جزءا ولو بسيطا من حقه الأصيل. إنه معشوق الجماهير وصاحب الإنجازات والتاريخ التدريبي الكبير، الجنرال الأوحد للكرة المصرية محمود نصير يوسف الجوهري، الشهير بمحمود الجوهري، والذي ولد في حي حلوان في مثل هذا اليوم 20 من فبراير من عام 1938. بدأ محمود الجوهري مسيرته في كرة القدم منذ أن كان في المرحلة الإعدادية، وبدأت القصة تحديدا في عام 1955 عندما لفتت موهبته أحد أساتذته فطلب منه الانضمام إلى صفوف الناشئين بالنادي الأهلي. وبعد عام واحد فقط وبعد أن لمع اسمه في صفوف الناشئين انضم للفريق الأول ليبدأ مسيرة ناجحة كلاعب حقق فيها العديد من الإنجازات مع الأهلي والمنتخب، لم تستمر طويلا نظرا لاعتزاله المبكر بسبب الإصابة عام 1964 ليتغلب بعدها على أحزانه ويدخل مجال التدريب الذي التحق به في عمر صغير لم يكن وقتها قد بلغ بعد عام 30 ليبدأ رحلة امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن، صنع فيها نظاما وأنشأ فيها باسمه مدرسة تدريبية فذة، وتاركا وراءه إرث من الإنجازات التاريخية والبطولية للكرة المصرية والعربية كمدرب وخبير. إنجازات لا تليق إلا بجنرال مثله، أثر في كل من حوله بشخصيته القيادية والجذابة والمحبة للجميع. رحم الله من نال شرف المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة، وكان مثالا لرجل العسكري المتفاني في أداء واجبه داخل الجيش وفي حياته المدنية. رحم الله معشوق الجماهير الأوحد الجنرال محمود الجوهري.